كشفت بعض المؤشرات عن احتمالية عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد طلاقهم الأخير في شهر ديسمبر الماضي، وحرصهما على الهدوء في الانفصال والحفاظ على حالة الود والاحترام بينهم. ومن أبرز المشاهد اللي بتوضح احتفاظ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بمساحة الود والاحترام بينهم حتى على الصعيد المهني هو تعاونهم بعد الطلاق، حيث أن الميدلي الذي قدمته شيرين عبد الوهاب في حفل جواردس وتألقت به خلال الأيام الماضية بالمملكة العربية السعودية بعد رؤية وفكرة حسام حبيب، وذلك حسب ما أشار مصدر مقرب منهما. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل يعد تعاون شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في ميدلي حفل جو أواردس بادرة وأولى خطوات عودتهما لبعضهما البعض، أم مجرد احتفاظ بالمودة والاحترام نتيجة صداقتهما والعشرة بينهما؟ والجدير بالذكر إن شيرين عبد الوهاب قدمت في حفل ميدلي حفل جي أواردز عددا من أشهر أغانيها، من أغنية صبري قليل، أغنية إيه أغنية كتر خيري، أنا مش بتاعت الكلام ده، أغنية كلام عينيا، أغنية الوتر الحساس يا ليل. وأحيت شيرين عبد الوهاب حفل جي أواردز بحضور العديد من النجوم في مصر والوطن العربي في الرياض، وذلك برفقة الفنانة أصالة التي افتتحت الحفل واختتمته الهضبة عمرو دياب. يذكر إن بدأت محكمة جنح 6 أكتوبر السبت الماضي أولى جلسات محاكمة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر. كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من المنتج يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيم آخرين بسب وقذفه عبر وسائل باستخدام منصة انستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو. وقال محامي الشاعر النيابة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا في الواقع واستمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية اللي انتهى لصحة الواقع وثبوت عبارات القذف والتشهير. وأضافت تصريحات صحفيا إن النيابة طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني اللي انتهى لصحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال موكله وتحريات مباحث الجنائية التي عززت منها إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بكورونا. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.